لك أن تتخيل معايا عزيزي المشاهد لو كان في يوم من الأيام مكتبة كاملة مليانة بكتب الفلاسفة الإغريق زي أفلاطون وأرسطو وجالينوس، كلهم كتبوا حكمتهم باليونانية، لكن الكتب دي كانت مرمية في أركان الإمبراطورية. محدش من العرب ولا من أوروبا فاهم منها أي حاجة. المعرفة موجودة بس محبوسة زي كنز مدفون تحت الأرض. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. في الاول ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا ندخل في موضوع حلقتنا النهاردة على طول. وخليني في البداية نسأل سؤال: هل الافكار الكبيرة تعيش لو فضلت حبيسة لغة محدودة، ولا محتاجة لمترجم، شخص قادر انه يفتح الباب ويخلي المعرفة دي تطلع للنور وتنتشر من حضارة للتانية؟ المشكلة دي مهمة جدا، علشان كده محتاجين نناقشها في حلقة النهاردة. خلينا بس في الأول نعرف إزاي الفلسفة وصلت لينا لحد دلوقتي. يعني إزاي إحنا حاليا بنقرأ عن أرسطو وأفلاطون وابن رشد وابن سينا. اللي ربطنا كلنا مش بس الكتابة لكن الترجمة كانت الجسر اللي عبرت عليه الفلسفة من حضارة للتانية. خلينا نمشي كده عبر العصور وناخد بالنا إزاي تاريخ حركة الترجمة ده تطور. خلينا نبتدي مثلا بالعصر العباسي وبداية بيت الحكمة في القرن التاسع الميلادي. الدولة العباسية كانت في قمة قوتها. الخليفة المأمون قرر انه يعمل مشروع ضخم جدا اسمه بيت الحكمة من قلب بغداد. بيت الحكمة ده مش مجرد مكتبة، ده كان أكبر مركز للترجمة في العالم وقتها. المترجمين اللي كانوا بيشتغلوا هناك مش ناس عادية. طبعا في منهم اسامي كتيرة جدا وكبيرة جدا ومشهورة، كتير من الناس اللي موجودة عندي هنا على القناة اعرفها، زي حنين بن اسحاق المشهور بكونه شيخ المترجمين. طبعا حنين بن اسحاق ترجم كتب الطب والفلسفة من اليونانية والسريانية للعربية. وطبعا يجي بعديه ابنه على طول إسحاق بن حنين ترجم أعمال أرسطو وأفلاطون الكاملة. اللي يهمنا هنا ان احنا نعرفه ان الترجمة ما كانتش مجرد نقل حرفي اطلاقا، كانت عملية اعادة بناء. المترجم كان بيقرأ النص ويشرحه ويعلق عليه ويعيد صياغته بطريقة تناسب الثقافة العربية وقتها. من أثينا خلينا ننتقل لبغداد، ومن بغداد خلينا نروح على طول على الأندلس. اللي حصل إن الفلسفة اليونانية انتقلت أولا للعربية بفضل المترجمين زي ما شرحنا، وده عمل ثورة فكرية عند الفلاسفة المسلمين. أولهم الكندي، أول فيلسوف عربي اتأثر بالترجمات دي. تانيهم الفارابي، واللي استند على فكر أرسطو في بناء فلسفته السياسية. وثالثهم طبعا واللي أنا بشوفه يمكن من أشهر وأهم الفلاسفة العرب المسلمين، وهو ابن سينا. كتب كتاب اسمه الشفاء والنجاة، واللي كانوا نتيجة مباشرة لفهمه للفكر اليوناني عن طريق الترجمة على طول. بعد كده الفلسفة الإسلامية نفسها اتنقلت للغرب في الأندلس، وبالذات في مدينة طلطلية. حصلت حركة ترجمة عكسية من العربية للاتينية. يعني مثلا أعمال ابن رشد اللي كانت بتشرح فلسفة أرسطو بكل تفاصيلها بدقة ترجمت للاتينية. أوروبا بدأت تكتشف أرسطو مش من اليونانية الأصلية خالص، لكن من خلال شروح ابن رشد باللغة العربية. طبعا هل حد دي دلوقتي يجي يسألني سؤال مهم: هل الترجمة كان ليها تأثير عميق في أوروبا؟ أجاوب عليه وأقول لك طبعا من غير الترجمة دي النهضة الأوروبية ما كانتش هتقوم. يعني مثلا توما الإكويني، مثلا الفيلسوف المسيحي الكبير، اعتمد على ترجمات ابن رشد وابن سينا. الجامعات الأوروبية في العصور الوسطى كانت بتدرس كتب كبيرة جدا لابن سينا في الطب وكمان في الفلسفة. يعني بمعنى آخر الترجمة خلت الفلسفة تعيش في 3 حضارات مختلفة: الحضارة اليونانية والحضارة الإسلامية وكمان الحضارة الأوروبية. لما نيجي بقى نشوف الكلام ده ومدى تأثير الترجمة على واقعنا الحالي، هنلاقي ان اللي بيحصل النهاردة شبه جدا اللي حصل زمان. يعني كتب الفلسفة الحديثة زي علم النفس والتنمية البشرية كلها جاية لنا عن طريق الترجمة. فكر زي الوجودية عند جان بول سارتر أو العبثية مع ألبير كامو ما كناش هنعرفها خالص من غير مترجمين يقدروا يوصلوا لنا الفكر ده بلغتنا اللي احنا عايشين فيها. حتى العلوم الطبيعية والطب كانت محتاجة الترجمة. يعني لو في شاب عربي النهاردة بيقرأ التأملات لديستويفسكي أو الإنسان يبحث عن المعنى لفيكتور فرانكل،
هو في الحقيقة بيكمل نفس الرحلة اللي بدأت من بيت الحكمة لغاية طلطلتها. تمام. فلما نيجي دلوقتي نسأل سؤال مهم، لو الترجمة وقفت دلوقتي هتقدر توصل للأفكار العالمية ولا هتفضل حبيس ثقافتك المحلية وبس؟ طبعا في النهاية الترجمة مش مجرد كلمات بتنط من لغة للتانية. الترجمة هي اللي بتفتح أبواب الحضارات على بعضها البعض، هي اللي بتخلي فكرة أرسطو توصل للكندي، وفكرة ابن سينا توصل لتوما الإكويني، وحتى فكرة نيتشه توصل لنا النهاردة. من غير الترجمة الفلسفة كانت هتفضل لغة ميتة عارفها بس اللي كتبها، لغة دايما محبوسة في الكتب القديمة. لكن بالترجمة الفلسفة بقت لغة عالمية، لغة بتوصل كل حضارة بالتانية وكل عقل بالعقل اللي بعده. في نهاية الحلقة دي كانت كل حاجة حابب ان انا اقولها النهاردة على الترجمة ومدى تطورها والحركة اللي كانت موجودة عبر تاريخ الفكر. طبعا انا عارف ان احنا دلنا فترة كبيرة ما بننزلش محتوى على القناة، لكن الحقيقة بنجهز لكم لحاجة فعلا تليق بيكم. وفي نهاية الحلقة لو حبيت المحتوى اللي انا بقدمه هنا، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة، لان ده بيساعد بشكل كبير في نشر المحتوى لأكبر عدد ممكن من الناس، فلو استفدت فيد غيرك. وفي النهاية اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الفيلسوف. سلام.